يسعد مساكن ويا هلا فيكم بوصفة جديدة لليوم. رح أعمل سلطة البطاطا. بتمنى تتابعوا الوصفة للنهاية وخلونا نبدأ بطريقة التحضير. أول إشي عندي حبتين من البطاطا سلقتن كتير منيح وانتظرتن لحد ما بردوا، وبعدها بلشت بالتقشير البطاطا وفرمها لمكعبات متوسطة بالحجم. إذا بتفضلوا حجم قطع البطاطا أصغر من هيك للسلطة فينا نصغر قطع البطاطا. بعد ما خلصت فرم البطاطا حطيت هلأ كمية من الملفوف الأحمر مقطعته لقطع كتير ناعمة ورقيقة، وبعدها نص باقة بقدونس وفصين من التوم أو سنين من التوم، كمان دققتن أو هرستن كتير منيح. هلا هون السلطة مكونات السلطة صارت جاهزة. رح أحضر خليط البهارات تبعت السلطة. أول إشي حطيت تقريبا نص كاسة من زيت الزيتون مع معلقة صغيرة من معجون البندورة أو دبس البندورة. بعد هيك رح أعصر عصرة ليمونة، عصرة نص ليمونة عفوا، على الزيت ومية البندورة، وبعدها بضيف معلقة صغيرة من الفليفلة الحمراء والنعناع وكمون وملح، طبعا الملح على حسب الرغبة. بخلط هالمكونات كلها مع بعضها، وبعدها بضيف خليط البهارات تبع السلطة فوق المكونات سلطة البطاطا. هلأ تبلة السلطة صارت جاهزة، رح أضيفها فوق البطاطا والملفوف الأحمر والبقدونس والثوم طبعا. بحرك السلطة كتير منيح. هلأ لاحظوا بالبداية بتكون لسه المكونات ما هي متجانسة مع بعضها. مع استمرار التحريك رح تلاحظوا شلون البطاطا أخدت شوية لون من مية البندورة وطبعا من الملفوف. لاحظوا لون السلطة صار بجنن، وطعمتها طبعا كتير طيبة. بالنسبة للتوم إذا بتفضلوا تستبدلوه بالبصل كمان بيصير، أو تحبوا تقللوا كمية التوم أو تروح على حسب ما بتفضلوا. هلا رح أسكب سلطة البطاطا بصحن التقديم، وبهالشكل بتكون وصفة اليوم صارت جاهزة معنا. حضرت سلطة البطاطا بطريقة جديدة طيبة، الألوان مع بعضها كلها بتشهي وبتفتح النفس. نقدر ناكلها على الفطور أو على العشاء جنب المقبلات أو جنب الفطاير. لاحظوا لون البطاطا من لون الملفوف والبقدونس، وكمان ألوان الذرة بقلب السلطة عطت طعم وشكل كتير طيب وحلو. زينتها بذرة مسلوقة، وبهالشكل خلصت وصفة اليوم. بتمنى إذا عجبتكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وبنلتقى بوصفة جديدة إن شاء الله.